ليه تفضل 20 سنة تبني حياة وفي ثانية تكتشف ان هي مش بتاعتك؟ الفيديو ده لازم كل مغترب بيسمعه قبل ما يصحى متأخر. كل اللي انت بنيته هناك ممكن يطير بقرار في ايميل. انا فاهمة ان انت بتحاول تحسن حياتك، بيت احسن، عربية احسن، مدارس احسن، بس في الاخر الشركات الكبيرة اللي انت شايف فيها استقرارك بتفكر فيك ككوست مش كإنسان. كل خطة تطوير عندهم فيها نقص في المرتبات، ترقيات معناها استبدال ناس بناس تانية. حتى لو انت عندك 20 سنة خبرة، فجأة الدخل اللي انت كنت معتمد عليه ممكن يختفي، بس مصاريفك والتزاماتك، المستوى اللي انت بنيته لنفسك ولعيلتك مش هيختفي، لا هيزيد. تبدأ تفكر هعمل مشروع، طب المشروع ده محتاج وقت ومجهود ومخاطرة. طب الذهب مش بيولد دخل، ما بيدفعش مصاريف المدارس، ما بيجيبش أكل. اللي هيفضل واقف بعد كل ده هو الأصل اللي بيجيب فلوس. عقار بيتأجر، كاش فلو بوزيتيف حقيقي مدر للدخل بجد، بيدخل فلوس كل شهر وقيمته بتزيد كل سنة. لو حصل تعويم بيزيد معاك وبعد عمر طويل يعيش بعدك. هقولها لك بشكل واضح، لو انت بعد 20 سنة غربة لسه ما عندكش أصل بيجيب دخل، تبقى كده للأسف بتضيع عمرك على الفاضي.